بآخر فترة صار كل إشي في السوشيال ميديا متعلق بالتحديد عند الغرب. يعني إذا كنت مشهور لازم تدعمهم، وإذا بدك فلوس برضو لازم تدعمهم. يعني بتلاقي أغلب الشركات العالمية بتدعمهم، شركات ألعاب وحتى أندية كرة قدم. دام عزك يا مدريد. عشان هذا الاشي بيجيب لهم فلوس، واذا ما دعمتهم تعتبر انت عنصري وبيحاولوا يخلوك فاشل، زي ما صار مع اليوتيوبرز السعودي فايروس يلي كان مع فيز، يلي يعتبر من اضخم الكلانات في العالم. وعشان ظل متثبت انه مسلم وما دعم الفئة هاي، كل الناس صارت ضده وانطرد من كلان فيز بطريقة سيئة. ونفس الاشي قاعد يصير مع اكبر صانع محتوى في العالم مستر بيست. وعشان مستر بيست ما بيدعم هيك فئة، ولكن قبل فترة صار يدعمهم، وشفنا صديقه كيف تغير فجأة. وقبل ما نبدأ ونعرف قصة فايروس وإيش بيصير مع مستر بيست، أعطينا لايك واشترك في القناة واكتب تعليق حلو زيك. فايروس يوتيوبر سعودي مشهور وعنده فوق 800 ألف مشترك في قناته على يوتيوب. انشهر في محتوى الجيمنج وبالتحديد في لعبة كود، وعشان لعبه قوي انقبل في كلان فيز. والكلان هذا من أقوى وأشهر الكلانات في العالم، عشان عندهم عقود مع شركات كبيرة زي نيسان شركة السيارات، وكان عندهم شراكة مع فريق مانشستر سيتي يلي راح نخسرهم في دوري الأبطال، وغير عن الإنجازات اللي جابوها في الألعاب. بس بالأخير فاز كلان فاشل عشان داعمين وواقفين مع الفئة هاي. وفايروس ما قبلوه بس عشان لعيب، لا، عشان داخل الكلان في صناع محتوى من كل العالم، وبالأخير اختاروا فايروس. وهذا يعتبر إنجاز كبير في الشرق الأوسط، عشان فايروس أول عربي مسلم يدخل في هذا الكلان العالمي. والقصة بدأت بعد ما نشر كلان فيس تغريدة وباركوا فيها لجماعة وشهر 6 بكل سنة يعتبر شهر الجماعة هاي، وبيحتفلوا فيه. وبعد ما العرب شافوا تغريدة كلان فيز، راحوا عند فايروس وحكوا له كيف انت داخل كلان بيدعم هيك ناس وانت مسلم، وانت معاهم او لا. بعدها فايروس رد على تغريدة فيز وقال انا ما بدعم الالوان ولا راح ادعمهم حتى لو فيز كلان معاهم. وبالاخير قال انا مسلم. وبعد نشر التغريدة هاي صار عليه هجوم كبير، وراحوا على فيز وحكوا لهم الشخص اللي معكم ما بيحترم حقوق الانسان، يعني حتى حرية التعبير اللي بتحكوا عنها ما احترمتوها. انا عارف اني راح ابلع علامة صفراء قبل ما انزل الفيديو، بس مش مشكلة. بعد كل يلي صار كانوا منتظرين فيز يطرد فايروس من الكلان، بس طلعوا اذكياء وعملوا اشي اسوأ من الطرد. صاروا يعتبروه مش موجود في الكلان ولا شخص يحكي معاه. ولما صار ايفنت في السعودية واجوا اعضاء فيز على السعودية، ما حدا اعطى خبر لفايروس ولا كأنه موجود في الكلان، وخلوه ينذل الصراحة. وعملوا هيك اشي عشان ما يطردوه، عشان لو طردوه لازم يفسخوا العقد ويدفعوا له الراتب الموجود في العقد. وعشانهم اذكياء خلوه يطلع من الكلان لحاله. ومن فترة نشر فايروس فيديو بيحكي فيه عن خروجه رسميا من كلان فيز. وتخيلوا انه في ناس عملوا هجوم كبير ضد مستر بيست عشان يخلوه يفشل، ولحد الان مستمرين بهيك اشي. ومستر بيست نشر فيديو بعنوان 100 بنت ضد 100 ولد، والفايز بياخذ 500 ألف دولار. فكرة المقطع انه في دائرة ل 100 بنت ودائرة ل 100 ولد، والدائرة اللي بظل فيها اكبر عدد بعد نهاية الوقت بتفوز، وبيتوزعوا ال 500 ألف عليهم. يعني الفيديو الصراحة واضح مخصص للشباب والبنات، ولكن فئة الألوان ما عجبهم الموضوع وبدأوا يهاجموا مستر بيست عشان يعمل دائرة للشباب والبنات وما عمل دائرة ملونة. والتغريدات اللي نزلت على مستر بيست مش طبيعية، وللآن مستمرين على الهجوم. والغرب بيعطوا حريات كثير لهاي الجماعة. وهيك بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبك الفيديو أعطيني لايك واشترك في القناة، بدنا نشوف كم مشترك بنقدر نزيد من هذا الفيديو. كان معاكم الباشا، سلام.